فيلم بينزل سنة 1954 وبيقلب الشارع المصري كله، وبسببه بيتغير قانون كامل في البلد. كلام النهارده عن فيلم جعلوني مجرما. سنة 1954 نزل العرض الأول لفيلم جعلوني مجرما، وعمل نجاح كبير جدا جدا جدا. الفيلم ده كان ليه قصة في البداية. فريد شوقي، الله يرحمه، كان ليه أخ، هو اللواء أحمد شوقي. فكان في بداية تخرجه من كلية الشرطة اشتغل في الإصلاحية كظابط يعني. ففريد شوقي راح يزوره هناك، فلقى هناك مجموعه كبيره جدا من الاطفال المفترض ان هم بيتعلموا حرف زي النجاره والسباكه والى اخره من الحرف. وبعدين فريد شوقي ما حسش ان اللي هناك بيتعلموا حاجات كويسه ممكن تفيدهم بعد كده. ده غير ان القصص المأساويه الدراميه اللي هناك اللي سمعها ان واحد اتجوز واحده وخلف منها وهرب. مش عارف، واحده اتجوزت حد وسافر ما تعرفش عنه حاجه، فالعيال دي كلها ما بتلاقيش مكان غير ان هم يروحوا الاصلاحيه. ففريد شوقي أثير جدا من الحكايه دي، وخرج من الاصلاحيه بعد زيارته لاخوه اللي هو احمد شوقي، وراح قعد مع رمسيس نجيب، وعملوا القصه بتاعه جعلونه مجرما. وبعد كده جاب السيد بدير علشان يعملوا السيناريو والحوار. لما جم يشتغلوا حسوا ان الشخصيات محتاجه يكون فيها عمق شويه، يعني محتاجين ان الشخصيات تبان الدوافع بتاعتها، يعني ليه وصل الاصلاحيه، ليه ده ساب مراته وسافر. الحاجات دي كلها كانت محتاجه عمق اقوى من السيناريو. طب هنعمل ايه؟ قال لك نجيب نجيب محفوظ. فعلا بيكلموا نجيب محفوظ وبيتفقوا معاه على اجر 100 جنيه علشان يجي يعمق الشخصيات. وبعد ما بينتهوا من كتابه السيناريو اللي قعد بالمناسبه سنه كامله يتكتب، وكان بيتقابل عاطف سالم المخرج، وهو كان لسه مخرج شاب، دي كانت تاني تجاربه السينمائيه، وفريد شوقي والسيد بدير ورمسيس نجيب ونجيب نجيب محفوظ، كان بيتقابلوا في الاسبوع مثلا بتاع 4 5 مرات علشان يطلعوا رائعه جعلوني مجرما. لما خلصوا الحكايه دي فكان وصل لنجيب محفوظ اجره اللي هو 100 جنيه. تاني يوم راح مرجع ال 100 جنيه فريد شوقي. فبيقول له ازاي يا استاذ، يعني ده لو هو قليل ممكن نزود شويه، احنا اتاخرنا وقعدنا سنه كامله معطلينك وحاجات زي كده. والفتره دي كان نجيب محفوظ ماديا كان الوضع بالنسبه له سيء جدا يعني. فقال له انا محتاج ادفع فلوس تانية على 100 جنيه. انا راجل قصصي، واول مره في حياتي اكتب سيناريو حوار، فانا اتعلمت منكم، فمفروض ادفع فلوس ما اخدش فلوس يعني. ده هم كانوا بيفكروا بالشكل ده، الاساتذه دول الاباطره دول كان ده تفكيرهم، مش فكره بقى دلوقتي يعني ما علينا يعني من الحاجات اللي بتحصل دلوقتي. الفيلم بينزل بيعمل نجاح. بالمناسبه يعني كان دور سراج منير، طالما احنا بنتكلم في الحكايات بتاعتنا عن مين اللي عمل دور مين، كانوا جابوا زكي رستم واتفقوا معاه على اجر كبير جدا عشان يعمل عم فريد شوقي في الفيلم. وفريد شوقي قال له احنا تصويرنا بكره. قال له يعني دلوقتي بمضي الفيلم النهارده واصور بكره؟ يا شويه كذا كذا، يا اللي بوظتوا السينما، يا اللي عايزين تجيبوا للسينما انحدار، يلي 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 لازم الدور يجي